السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الغداء اللي هو متكامل، فيه الفاصوليا البيضاء اللي هي اللوبيا البيضاء يابسه، وعندنا هنايا الصوبه ديال الخضر، مجموعه ديال الخضر. اللي ما تيبغوش الاطفال ديالكم ياكلوا لكم الخضر تستغلوا عليهم في هذه الصوبه هذه. وبالنسبه للعصير البنات، راه عندنا العصير ديال البربه اللي هي البنقر مع الجزر مع الموز، يعني شي حاجه اللي هي ممتازه تبارك الله. الصوبه هي الاولى بنات، الصوبه اللي هي زوينه بزاف. راه نتوما عارفين يعني الشوربه ديال الخضر، ولكن هذه تتسمى الصوبه لاننا تنطحنوها. عندنا فيها البصله، عندنا فيها الكوسه اللي هي القرعه كورجيت، عندنا فيها الفلفله الخضراء اللي هي الفلفل الحلو الاخضر، عندنا فيها الجزر وخيزو، عندنا فيها الباذنجان واللفت، هي اللفت، وعندنا الكرنب، ها هو كلشي تيقولوا الكرنب. وعندنا هنايا هذه القرعه تيديروا بها كسكسو اللي هي القرع الحلو تيقولوها الاخواننا تاع المصريين. بالنسبه لهاد الصوبه واللي هي الشوربه البنات، راها صحيه بزاف بالنسبه للناس اللي تيديروا ريجيم، ولا بالنسبه للاطفال ما تيبغوش ياكلوا الخضر. وهذا راها طريقه زوينه باش تنديرها، تتجي في غايه الروعه. نتمنى انكم تجربوها، وفي التعاليق ردوا عليا عجبتكم ولا ما عجبتكمش، ولكن نتمنى انكم تجربوها ولو غير مره واحده، وانا متاكده ان شاء الله انكم غادي تعاودوها مرارا وتكرارا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق. يلا بقاو معايا باش نديروها. هي سهله بزاف تنديروا كلشي في دقه واحده، كلشي في دقه واحده تنحطوه. بسم الله. هانتوما هي الفلفله، لان كاينه واحد الاخت وكاينين بزاف تاع الناس عندي في مصر اللي هما ما تعرفوش الدارجه المغربيه، ودخلت عندي واحد السيده البنات والله العظيم قالت لي الاخت ندى ضروري انك ترجمي لينا، راه حنا ما تنفهموش. وهذا الشيء باش انا تنترجم لهم بعض يعني باش يفهموني، ربما انه يعني تنحاول ما امكن اننا نخلط شي شويه باش يفهموا شي شويه. اما بالنسبه لعدوزي هي حماتي ما شاء الله عليها، راه كانت جات عندي هنا جلست معايا واحد 3 شهور، والحمد لله راه تعلمت الدارجه المغربيه بحال تقولي راه مغربيه. المهم تتعرف انها تتفهمك مزيان وتترد عليك واحد شي شويه ما شاء الله عليها، يعني تفورماطات البنات. هنا تنزيدوا واحد الثومه، ها هي زدناها صافي. بالنسبه كلشي تنديرو بدقه. بالنسبه للتوابل البنات عندي هي الفلفل الاسود اللي هو البزار، الكركم الخرقوم البلدي، وعندنا الملح. هذا الشيء اللي تنديرو، وزيت الزيتون. زيت الزيتون غير واحد شويه، قيمت واحد معلقه صافي، معلقه كبيره ديال الرز ولا صافي. هادشي تنديرو وغنديرو فيها الماء صافي. بالنسبه للماء حتى يفوت من الخضره شي شويه صافي، ونخليوها طيب. البنات واحد الحاجه، انكم ما تخليوش هاد الخضره دي طيب حتى 100%، لا نص طيبه، يعني ملي تيدخلها الطياب غير واحد شويه تزيد صافي، وغادي نطفيو عليها لان خصنا الخضره باش تبقى فيها لي فيتامين ديالها صافي. وغادي نشعل عليها دابا البنات غادي نديرو هاد اللوبيا. انا شديت اللوبيا البارح اللي نقيتها وغسلتها وفزقتها في الماء من البارح وهي فازقه في الماء في الليل. دابا غادي نديرها هنايا في غنديرو فيها كلشي دقه وحده. بالنسبه للتوابل عندنا فيها الملح، وعندنا فيها شي شويه ديال القرفه، غير راس معلقه صغيره ديال الشاي، عندنا فيها معلقه ديال السكنجبير اللي هو زنجبيل، عندنا الفلفل الاسود اللي هو البزار، والخرقوم البلدي اللي هو الكركم صافي. هادشي اللي تندير فيها. وبالنسبه
هنايا عندي اسم الطماطم اللي هي المطيشه والبصله وواحد جوج الفصوص ديال الثوم. هادو غادي نشدهم غادي نطحنهم دابا نيت. نطحنهم ونرجع معكم البنات. هي من بعد ما طحناها غادي نشدوها، غادي نكبوها كامله هنايا ونجيبوا الماء نفس هذه اللي طحنا فيها. صافي غادي نكب ليها الجهد ديالها ديال الماء صافي ونشعل عليها حتى هي البوطه. نسيت زيت الزيتون البنات، زيت الزيتون ضروري. صافي غنديروا زيت الزيتون حتى تقرب طيب معنا. عاد غنديروا شويه تاع القزبر والمعدنوس اللي هو القزبر والمعدنوس. صافي البنات في الاخر وصافي هذا هو اللي كاين. في الاخر غادي تبقاو معايا باش نحطهم في الطبق التقديم اللي نساليهم. هذه غادي نشدوها غادي نطحنوها. وبالنسبه انا وجدت ليها الربو ديالها. بالنسبه لهذه حتى هي غادي دير اللوبيا اللي هي الفاصوليا البيضاء غادي طيب. ملي طيب معنا غادي نقدمها لكم في الطبق تاع التقديم البنات. دابا ان شاء الله غادي ندير معكم واحد العصير اللي هو صحي 100%. بقاو معايا. بالنسبه للبنات العصير غندير اليوم واحد العصير اللي هو صحي 100% وصالح الناس اللي عندهم فقر الدم، تعاني من فقر الدم، لا بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للكبار. عندنا فيها البنات البربه، خديت واحد جوج بربات موين، بربات اللي هما البنقار بهاد العريشات ديالهم، لان هاد العروشه هما عامرين بالحديد بزاف. شو يبان معكم تيبان. هادو عامرين سميتو فيهم الحديد بزاف البنات. البربه خضراء ماشي طيبه. هاد البنقار ما تنطيبوهاش، تنديروها هكاك نغسلوها ونغسلوها بالخل مزيان ونقيوها سميتو هو باش نطحنوها. عندنا سميتو هو الليمون اللي هو الليمون حامض، يعني البرتقال حامض اللي تيقولوا لي اخواننا البرتقال، حنا تنقولوا المهم الليمون هنا في المغرب. هذا البرتقال غادي نحليوه بالبنان عوض السكر. انا ما تندير السكر وما تيبغوش لي السكر. عوض السكر انا غادي نحليه بالبنان اللي هو الموز. وعندي الجزر، درت جوج تاع الجزرات اللي هما صغيورين. هاد العروشه انا خليتهم هكايا باش تشوفوهم البنات. عاد غادي نقطعهم ونديرهم هنايا في الكاس. هادو راه صحيين بزاف، هادو عامرين بسميتو هو عامرين بهذا بالحديد. نحيد لهم هاد البريصه هادي، حيدتهاش ليهم هكا صافي. ونقطعوهم عشوائي لان غادي يطحنوا دابا، كلشي غادي يطحن دابا. بالنسبه نديرو البرتقال من تحت باش يطلق لينا الماء ديالو. هذا راه غير الماء ديال البرتقال، هذاك الشيء اللي رطب باش يتطحن هو الاول. دابا غادي نديرهم نحط لهم واحد شويه ديال الماء، غير شويه الماء باش يطحن ليا. انا تنطحن وانا تنزيد بشويه بشويه تيتطحن معايا كله. انا صافي البنات انا طحنته. شوفوا ما شاء الله كي جا. بسم الله. ما شاء الله. شوفوا الكاس كي جا ما شاء الله. كاس صحي 100% البنات.
كويس تعطيوه للكبير والصغير والناس اللي تيعانوا من فقر الدم. والله الصحه والراحه، والله يجيب الشفاء لجميع المرضى يا ارحم الراحمين. بالنسبه لهذا راه كاس يعني، وفي الصيف يعني بامتياز، كاس عصير صحي مليون في المية في الصيف يعني، وفي الجائح يعني في بالنسبه لي انا هذا العصير هذا مفضل عندي، زوين بزاف، مزيج ما بين خضر فواكه، يعني شي حاجه اللي هي ممتازه بزاف، وبصحه وراحه البنات. انا البنات غادي نحط معكم دابا بالنسبه للوبيا. هنا البنات بالنسبه للوبيا ما صورتش معكم، ملي بقات 5 دقائق باش انني نطفي عليها النار، درت شويه القزبر والمعدنوس، ودرت زدت شويه تاع زيت الزيتون. هانتوما نجيب باش نحط هنايا، بسم الله. تجي خاطره البنات، تجي زوينه في المذاق. بالنسبه للشوربه بسم الله، هذه هي بالنسبه للشوربه. فاش طفيت عليها الخضره راني طحنتها بسم الله. شوف شي يبانوا معكم. بالنسبه للبنات اللوبيا انا جاتني الكاميرا بعيده، هيا شوفوا كي جات تبارك الله ما شاء الله، جات غزاله ناشفه، تنخليها انا تنشفوا من الماء، جات من المرقه تاعتها، جات زوينه بزاف. جربوها بهذه الطريقه البنات وردوا عليا الخبار، ملي تجاوبوها ردوا عليا الخبار، انا غندوقها معكم بسم الله. الحمد لله جات ما شاء الله عليها البنات، صدقوني البنات يجربوا بهذه الطريقه باش نديرها. كيف ما قلت لكم ملي بقات 5 دقائق باش نطفي عليها، راه انا زدت زيت الزيتون، واحد شويه تاع زيت الزيتون، وزدت هذا القزبر والمعدنوس. بالنسبه للشوربه ديالنا ملي طفيت عليها راني طحنتها، شوفوا كي جات، ما تنديرها خاطره، ما تنديرها جاريه، تجي معتبره بسم الله. بالنسبه للشوربه البنات راه انا في الاخر دقتها لقيتها جاتني مسوسه شويه، وزدت الملحه، يعني بالنسبه للملحه البنات غادي ديروها. ها هو البنات العصير ديالنا من بعد ما عصرناه باربه جا في قمه الروعه، وبنين بزاف وصحي بزاف البنات، وحتى الناس اللي فيهم فقر الدم وهذا راه مزيان لهم بزاف، هذا راه صالح لفقر الدم. بالنسبه ليه كمذاق وهذا راه مزيان، لان فيه البنان اللي هو الموز تيحليه لينا. انا ما دايرش فيه السكر، واللي بغى يدير فيه العسل ولا يدير فيه السكر يديروا فيه، ولا يدير فيه التمر، يعني لكم يعني الاختيار، اللي بغيتوا ديروها زيدوها فيه يعني كماده اللي غادي تحليه لكم. وهذا هو اللي كاين البنات، وبصحتكم وراحتكم.